يبدو أن نجم النادي الأهلي التركي مريح ديمريال على أعتاب الرحيل عن صفوف قلعة الكؤوس بنهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية. التقارير التركية ذكرت بأن اللاعب ارتبط بالعودة إلى صفوف فريق فنربخش التركي، والتي وضعت اسم اللاعب ضمن أهدافات دفاعية، لكنها لم تتحرك نحو التعاقد معه إلا في حالة رحيل أحد مدافعي الفريق. وفقا لصحيفة الميدان الرياضي، فإن ناديي الاتحاد والأهلي دخلوا في سباق جاد للتعاقد مع البليهي هذا الصيف، في ظل حاجتهما لتعزيز الخط الدفاعي بخبرات اللاعب المخضرم. وأشارت المصادر إلى أن الناديين قدما عروضا رسمية للهلال تتضمن خيار الشراء النهائي أو الانتقال بنظام الإعارة، على أن يتم الاتفاق على التفاصيل المالية خلال الأيام المقبلة. ومن جانبه كشف الإعلامي الرياضي خالد عبد العزيز أن انتقال البليهي إلى الأهلي يظل احتمالا واردا، مؤكدا أن المفاوضات قد تشهد تطورا سريعا إذ تم التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف. كشفت صحيفة الرياضة أن إدارة القادسية بعد مشاورات قانونية قررت تقديم اعتراض رسمي إلى الاتحاد السعودي ضد مشاركة الأهلي في كأس السوبر. وأضافت الصحيفة أن إدارة القادسية استندت في اعتراضها إلى العقوبة التي طبقت على الهلال عقب انسحابه من البطولة، ما يعني ووفقا للآراء القانونية داخل النادي أحقية القادسية في التأهل المباشر إلى النهائي. أما المفاجأة الكبرى في هذا الشأن فقد فجرها صحفي رياضي الذي ألمح لتدخل نادي الفتح في القضية على خلفية خلافه مع الأهلي بشأن المهاجم فراس البريكان، وكتب عبر حسابه الرسمي: من أقنع القادسية بعد كل هذا الوقت بالاعتراض على مشاركة الأهلي؟ الجواب لدى الفتح والبريكان. وأضاف الصحفي الرياضي: كان رأيي منذ البداية أن موافقة الأهلي على لعب السوبر خطأ فادح، إذ كان مجرد فزع بلا مقابل من الوعود بتعاقدات قوية. وافق الأهلي وكوفئ بتعاقدات أبو 10 وعوقب الممتنع بتعاقدات أبو 90 كما كان متوقعا، في إشارة إلى تعاقد الراقي في الميركاتو الصيف الجاري حتى الآن مع أجنبي وحيد، فيما ضم الهلال الثنائي الفرنسي ثيو هرنانديز والأوروغوياني نونيز. تقرر سفر بعثة النادي الأهلي إلى هونغ كونغ يوم السبت المقبل، وذلك بطائرة خاصة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي. وقررت إدارة القرى بشركة النادي الأهلي السفر عبر طائرة خاصة من جدة إلى هونغ كونغ عقب المباراة التجريبية أمام الرياض على ملعب النادي يوم الجمعة المقبل.